إذاعة إرنا. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا الدولية يأتيكم بثها من باريس على القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب على التردد 12688 على الاستقطاب الرأسي وبمعدل الترميز 3000. طبتم وطابت أوقاتكم مستمعي الكرام أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 من أبريل عام 2025. وكما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك وضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي موضوعا بعنوان المشهد المضطرب والمستقبل الغامض مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان للكاتب فاروق حسين أبو ضيف، والذي نشره موقع مجلة قراءات إفريقية في مارس الماضي، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير في حلقة البرنامج القادمة بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. سلطات الأمن الأثيوبية تعتقل أكثر من 200 إريتري بذريعة قيامهم بمهام للحكومة الإريترية. ورئيس الوزراء الأثيوبي يعين القائد العام لقوات التجراي الجنرال تدسو الرديه مديرا للإدارة المؤقتة في تجراي. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت وسائل إعلام أثيوبية بأن الحكومة الأثيوبية اعتقلت أكثر من 900 شخص، من بينهم 224 إريتريا في أديس أبابا. وقالت وسائل الإعلام نقلا عن إدارة الأمن في أديس أبابا إن الإريتريين اعتقلوا أثناء قيامهم بمهام من الحكومة الإريترية خلال الأيام الماضية، مضيفة بأنه تم اعتقال أكثر من 365 أثيوبيا للاشتباه في ارتباطهم بميليشيا فانو الأمهرية. وكانت الحكومتان الإريترية والأثيوبية أنهتا في العام 2018 قطيعة دامت لنحو 20 عاما، وتحالفتا ضد جبهة تحرير شعب تجراي في الحرب الأهلية الأثيوبية التي انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر 2022، والتي أدت إلى تراجع العلاقات بين البلدين بعد تجاهل الاتفاقية إريتريا الحليف الرئيسي للحكومة الفيدرالية في الحرب ومطالبتها بسحب جيشها من الأراضي الأثيوبية. ومنذ العام الماضي تقوم الحكومة الأثيوبية باختطاف واعتقال الإريتريين بحجة عدم حمل التصاريح القانونية، وقامت بترحيل المئات منهم إلى إريتريا عبر معبر بوري عسب. عين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد القائد العام لقوات التجراي ونائب رئيس الإدارة المؤقتة للإقليم الجنرال تدسو الرديه رئيسا للإدارة المؤقتة لتجراي، خلفا للرئيس السابق جيتاتشو ردا الذي أعلن استقالته في وقت سابق. ويأتي هذا التعيين بعد اضطرابات شهد الإقليم في الأسابيع الماضية عقب إقالة جيتاتشو ردا لعدد من القادة العسكريين والأمنيين في الإقليم، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في تجراي سيطرت على إثر قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي على المقار الفيدرالية، وأدت إلى مغادرة رئيس إدارة الإقليم إلى أديس أبابا، داعيا الحكومة الفيدرالية إلى إرسال مزيد من القوات العسكرية والأمنية لبسط سيطرتها على الإقليم. ويعتقد أن الجنرال تدسو الرديه الذي يقال أنه يحظى بقبول من قبل قادة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي وقوات الجيش في الإقليم قادر على سد الفجوات بين الجبهة الشعبية لتحرير تجراي والإدارة المؤقتة لتجراي. ويقول المحللون إن تدسو الرديه قائد عسكري يفتقد إلى الخبرة السياسية، ومع ذلك فإن تعيينه في هذا المنصب يخفف توترات النزاع الحالية في تجراي. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج نقدم لكم فيما يلي الجزء الأول من موضوع بعنوان
المشهد المضطرب والمستقبل الغامض مع تساعد الأزمة في جنوب السودان للكاتب فاروق حسين أبو ضيف، والذي نشره موقع مجلة قراءات إفريقية في مارس الماضي، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير في حلقة البرنامج القادمة بمشيئة الله. نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها لتجدد الصراع بين الخصمين في الحرب الأهلية بجنوب السودان، وهما الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، اللذان خاضا حربا ضروسا عصفت بهذا البلد في السنوات التي تلت الاستقلال، وأدت إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين، حيث ألقت الأزمة بين الرجلين بظلالها مرة أخرى عقب اعتقال رياك مشار قبل أسبوعين تقريبا، بعد أن أمضى أصابع في الإقامة الجبرية، وهو ما أثار قلقا عميقا بين الخبراء من اشتعال الحرب مرة أخرى بعد 8 سنوات من الهدوء النسبي الذي عاشته جنوب السودان منذ العام 2018. وحذرت الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى من تفاقم الوضع وانهيار اتفاق السلام، خصوصا بعد إعلان الحركة الشعبية جناح رياك مشار إنهاء الاتفاق من طرف واحد بعد اعتقال رئيسها. ووصل الأربعاء الماضي وسطاء من الاتحاد الإفريقي في وفد ضم مجلس الحكماء، من بينهم رئيس بوروندي السابق دوميتين ندايزي والقاضي الكيني السابق إيفو أور، وذلك في محاولة لربع الصدع. كما دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الإفراج عن رياك مشار فورا دون أي شروط. كما أرسلت كينيا رئيس وزرائها السابق رايلا أودينغا إلى جوبا ممثلا لهيئة إقليمية من شرق إفريقيا للتوسط بين الأطراف المتنازعة. وتمكن أودينغا من مقابلة الرئيس سلفاكير، لكنه قال إنه منع من مقابلة رياك مشار. كما أرسلت إريتريا يمانجا برآب مستشار الرئيس أسياس أفورقي في ذات السياق. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نستعرض لكم فيما يلي موضوعا بعنوان المشهد المضطرب والمستقبل الغامض مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان للكاتب فاروق حسين أبو ضيف، والذي نشره موقع مجلة قراءات إفريقية في مارس الماضي. نتابع. يستهل الكاتب المقال قائلا: استقلت دولة جنوب السودان عن السودان في العام 2011 بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين، لكن هذا الاستقلال لم يضع حدا أو نهاية لتلك الحروب المريرة التي عاناها وما زال يعانيها جنوب السودان، بل كان الاستقلال بداية لمرحلة جديدة من النزاعات السياسية والعرقية التي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية دامية. فمنذ انفصالها عن السودان واجهت الدولة الوليدة تحديات كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، جعلتها ساحة مفتوحة للصراعات بين القوى السياسية المختلفة التي يحكم تحالفها الانتماء الإثني والمصالح السياسية الضيقة. وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار في العام 2018، فإن الأحداث الأخيرة تؤكد هشاشة هذا الاتفاق وتبرز مدى تعقيد المشهد السياسي في البلاد. فالتوترات التي اندلعت مؤخرا في ولاية أعالي النيل وامتدت لتشمل اعتقالات في صفوف المعارضة قد تكون شرارة لصراع جديد يعيد البلاد إلى مربع الحرب الأهلية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي تأجلت مرارا وتكرارا. في ظل الأوضاع المضطربة التي يشهدها الإقليم وخاصة في السودان المجاور، تبدو أزمة جنوب السودان أكثر تعقيدا، إذ لا يمكن فصلها عن المتغيرات الإقليمية والدولية. فالتدخلات الخارجية سواء من الدول المجاورة أو القوى الكبرى تلعب دورا في توجيه مسار الأحداث داخل البلاد، حيث تسعى بعض الأطراف إلى استغلال الانقسامات الداخلية لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية. وبينما تأمل الأطراف الدولية في الحفاظ على استقرار جنوب السودان، فإن التطورات الأخيرة بما في ذلك المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والميليشيات المعارضة تعكس فشلا واضحا في تنفيذ بنود اتفاق السلام. كما أن استمرار الاعتقالات والاستهداف المباشر لقيادة المعارضة، مثل وضع منزل نائب الرئيس رياك مشار تحت الحصار، يعزز من احتمال التصعيد، مما يجعل مصير حكومة الوحدة الوطنية على المحك. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان المشهد المضطرب مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان،
وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويرى الكاتب أن الأزمة الحالية في جنوب السودان ليست مجرد خلاف سياسي بين سلفاكير وخصومه، بل هي امتداد لصراعات متجذرة تتعلق بتقاسم السلطة والثروة وتغذى بالانتماءات القبلية. فالصراع بين جماعتي الدينكا والنوير لا يزال يشكل عاملا رئيسيا في تأجيج النزاع، خاصة في ظل غياب مؤسسات قوية قادرة على فرض سيادة القانون. ومع استمرار حالة الانقسام داخل الجيش ووجود ميليشيات غير نظامية تمتلك القدرة على تحريك الأحداث، فإن السيناريوهات المحتملة لا تبشر بانفراج قريب للأزمة. فهل تتمكن الأطراف الفاعلة محليا ودوليا من تفادي الانزلاق إلى حرب جديدة، أم أن جنوب السودان مقدر له أن يبقى رهينة للصراعات الداخلية التي تهدد استقراره ومستقبله السياسي؟ وفي هذا السياق يناقش هذا التحليل كما يقول الكاتب تصاعد الأزمة في جنوب السودان من خلال مجموعة من المحاور الأساسية التي تسلط الضوء على جذور التوترات الراهنة والأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقمها، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على مستقبل البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا. كما سنستعرض مدى تأثير هذه الأزمة كما يقول الكاتب على اتفاق السلام الهش والسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي سيتم مناقشة الموضوع من خلال عدة محاور. المحور الأول: الخلفية التاريخية للصراع في جنوب السودان. تعد الأزمة الحالية في جنوب السودان التي تصاعدت في مارس 2025 امتدادا لصراعات تاريخية وسياسية واقتصادية معقدة تعود إلى عقود طويلة. فمنذ استقلال جنوب السودان عن السودان في العام 2011 عانت البلاد من اضطرابات متواصلة، حيث لم يكن الاستقلال نهاية للمشكلات بل بداية لمرحلة جديدة من الصراعات الداخلية التي تفاقمت بسبب التنافس السياسي والانقسامات العرقية والتحديات الاقتصادية وسوء توزيع الموارد. وكانت جذور التوترات الراهنة متجذرة في الفروقات العرقية العميقة، حيث شكلت الانقسامات بين المجموعات القبلية الكبرى مثل الدينكا والنوير وقودا مستمرا للنزاعات المسلحة. كما ساهم الصراع على السلطة بين القادة السياسيين في تأجيج العداء، إذ فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق مصالحة وطنية شاملة، مما جعل النزاعات السياسية تتحول إلى مواجهات عسكرية دموية. إضافة إلى ذلك لعبت العوامل الاقتصادية مثل الفساد وسوء الإدارة دورا رئيسيا في تأجيج الغضب الشعبي، حيث لم تستفد غالبية السكان من الثروات النفطية الهائلة، بل ظل الفقر وانعدام الخدمات الأساسية سمة رئيسية للحياة اليومية. كما أن التدخلات الخارجية سواء من دول الجوار أو القوى الدولية زادت الوضع تعقيدا. كل هذه العوامل المتشابكة جعلت جنوب السودان ساحة مفتوحة للصراعات المستمرة، حيث تداخلت الأبعاد العرقية والسياسية والاقتصادية لتشكل أزمة متفاقمة لم تتمكن أي محاولات سلام سابقة من حلها بشكل جذري. ولعل هنالك بعض العوامل التي أدت إلى حالة عدم الاستقرار بجنوب السودان، وأبرزها: أولا، التوترات بين الشمال والجنوب. تعود جذور الصراع في جنوب السودان إلى فترة ما قبل الاستقلال عن السودان في العام 2011، فقد شهدت المنطقة نزاعات طويلة الأمد بين الشمال والجنوب، حيث كانت التوترات العرقية والدينية والاقتصادية تلعب دورا محوريا في تأجيج الصراعات. ورغم تحقيق الاستقلال، إلا أن هذه التوترات لم تحل بالكامل، بل استمرت في التأثير على استقرار الدولة الفتية. ثانيا، الانقسامات السياسية. ظهرت تحديات بناء الدولة وتأسيس هوية وطنية جامعة، فقد عانت البلاد من انقسامات سياسية حادة بين القيادات، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية في العام 2013 بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار. ورغم توقيع اتفاقية السلام في السنوات اللاحقة، إلا أن تنفيذها كان بطيئا وغير كامل، مما أبقى على جذور الصراع قائمة. ثالثا، سوء توزيع الثروة والفساد.
ورغم امتلاك جنوب السودان لثروات نفطية هائلة، إلا أن معظم السكان يعيشون في فقر مدقع، يرجع ذلك إلى سوء إدارة الموارد والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. فبدلا من استخدام عائدات النفط في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، استخدمت هذه العائدات لتمويل الصراعات المسلحة وتعزيز مصالح النخبة الحاكمة، مما أدى إلى زيادة التهميش والاحتقان بين السكان. وعلى الرغم من عوامل عدم الاستقرار سالفة الذكر، فإن اتفاق جوبا للسلام في عام 2018 كان بادرة أمل لتحقيق السلام في الدولة الوليدة التي عانت من حرب أهلية دامية منذ أواخر 2013، إذ جاء هذا الاتفاق بعد جهود إقليمية ودولية مكثفة قادتها الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد بدعم من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وذلك بهدف وضع حد للصراع المسلح الذي أودى بحياة مئات الآلاف وأدى إلى نزوح الملايين. تضمنت الاتفاقية عدة بنود رئيسية، أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تضمن دمج الفصائل المسلحة في جيش وطني موحد لضمان الاستقرار السياسي والعسكري في البلاد. ورغم التوقيع، واجهت الاتفاقية تحديات كبيرة في التنفيذ، ما أبطأ عملية السلام وأثر على مسار التنمية في الدولة الفتية. ركز الاتفاق كذلك على تحقيق مصالحة وطنية شاملة عبر آليات العدالة الانتقالية، وذلك لضمان محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرار النزاعات في المستقبل. كما نصت الاتفاقية على ضرورة إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وتوفير بيئة آمنة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب. وتم الاتفاق على تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية، حيث عاد رياك مشار إلى منصب نائب الرئيس الأول في محاولة لإنهاء الخلافات السياسية التي كانت أحد أسباب النزاع. بالإضافة إلى ذلك، شملت الاتفاقية بنودا حول إصلاح الاقتصاد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، خاصة أن جنوب السودان يعتمد بشكل كبير على النفط الذي تأثر إنتاجه بسبب الصراع المستمر. ومع ذلك كانت هنالك مخاوف من انهيار الاتفاق بسبب استمرار التوتر بين الأطراف وعدم الالتزام الكامل ببنود السلام. ورغم التفاؤل الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن التحديات التي واجهته كانت كبيرة ولم تضمن استقرارا مستداما في الدولة، بدءا من التأخير في تنفيذ بنوده الأساسية، مرورا بعدم التزام بعض الفصائل بالترتيبات الأمنية، ووصولا إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية التي استمرت بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. كما ظهرت خلافات جديدة بين سلفاكير ورياك مشار حول توزيع المناصب والموارد، مما أدى إلى تعطيل بعض جوانب الاتفاق. علاوة على ذلك، كان للعوامل الإقليمية والدولية دور في التأثير على تنفيذ الاتفاق، حيث استمرت بعض الجهات في دعم فسائل معينة مما عرقل عملية السلام. ومع ذلك لا يزال الاتفاق يمثل أحد أهم المحاولات لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، ويعتمد نجاحه على التزام الأطراف السياسية بتعهداتها ودعم المجتمع الدولي في تنفيذ بنوده لضمان مستقبل مستقر للبلاد. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان المشهد المضطرب مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المحور الثاني: أسباب تصاعد التوترات الداخلية في جنوب السودان. أصبح جنوب السودان يشهد تصاعدا خطيرا في حدة التوترات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، ما ينذر بإمكانية اندلاع موجة جديدة من العنف وعدم الاستقرار السياسي. وترجع هذه الأزمة إلى عدة عوامل مرتبطة تشمل الصراعات السياسية بين القيادات العليا والانقسامات العرقية العميقة، فضلا عن التدخلات الإقليمية التي زادت الوضع تعقيدا. ومن خلال التحليل الدقيق للوضع الراهن، يمكن تحديد مجموعة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم هذه التوترات، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية وفق ما يرى الكاتب. النقطة الأولى: تصاعد الخلافات بين الرئيس ونائبه واتهامات متبادلة بإثارة الاضطرابات.
من أبرز المحركات المباشرة للأزمة الحالية الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الفاكر ونائبه رياك مشار، فقد اتهم المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي القوات الموالية لرياك مشار بإثارة الاضطرابات الأمنية، متهما إياها بانتهاك القانون والتعاون مع ميليشيات معروفة باسم الجيش الأبيض، والتي تتكون أساسا من أفراد مسلحين ينتمون إلى قبيلة النوير التي ينتمي إليها رياك مشار نفسه. وفي تطور خطير، أعلن عن شن هجوم من قبل هذه القوات على إحدى الثكنات العسكرية في بلدة الناصر بولاية أعالي النيل، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع القوات الموالية للرئيس، والتي تتكون غالبيتها من عناصر تنتمي إلى قبيلة الدينكا. وهذه المواجهات تعيد للأذهان مشاهد الحرب الأهلية التي دارت بين عام 2013 و2018، حيث كانت تلك النزاعات قائمة على خلفيات سياسية وعرقية، وارتبطت بمنافسة محتدمة على السلطة بين الرجلين. النقطة الثانية، تقاسم السلطة وتصعيد سياسي بين طرفي الحكم. أحد أبرز التطورات التي دفعت الأزمة نحو الاشتعال هو إعلان رياك مشار في 12 من فبراير الماضي عن تهديده بالانسحاب من اتفاق السلام الموقع عام 2018، وذلك بعد أن أقدم الرئيس الفاكر على إقالة عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم نائبين لرياك مشار بالإضافة إلى وزير الصحة ورئيس جهاز المخابرات. وقد اعتبر رياك مشار أن هذه القرارات تشكل انتهاكا واضحا لاتفاق تقاسم السلطة، والذي كان يفترض أن يضمن تمثيلا متوازنا لكافة الأطراف في الحكومة الانتقالية. وفي محاولة للضغط على الحكومة، طالب رياك مشار بإعادة 2 من المسؤولين المقالين خلال 24 ساعة فقط، وهما وزيرة الصحة يولاند أويلدينغ والجنرال الفريد فيوتو كارابا حاكم ولاية غرب الاستوائية. وفي تصعيد آخر، قامت القوات الموالية للرئيس باعتقال وزير النفط بود كانشول، بالإضافة إلى الوزير المسؤول عن جهود السلام ونائب قائد الجيش. كما فرضت الإقامة الجبرية على مسؤولين عسكريين كبار مقربين من رياك مشار، وتم تشديد الحراسة على منزله في 5 من مارس الماضي، وذلك قبل اعتقاله لاحقا في نهاية مارس الماضي. يذكر أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام هو فشل الحكومة في توحيد قيادة الجيش وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى عام 2026، مما أدى إلى استمرار حالة التوتر السياسي وعدم الاستقرار. النقطة الثالثة، التدخل الإقليمي وتأثير الصراع في السودان. لم تكن الأزمة الداخلية في جنوب السودان بمعزل عن التدخلات الإقليمية، حيث شهدت البلاد مؤخرا تحركات عسكرية على صلة بالتطورات الجارية في السودان المجاور. فقد أشارت تقارير صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية في 7 من مارس الماضي إلى أن الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدأ في إعادة إحياء علاقاته مع ميليشيات تابعة لقبيلة النوير في ولاية أعالي النيل، وذلك في محاولة لإعادة بسط نفوذه على بعض المناطق الحدودية. وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الجيش السوداني في تقويض النفوذ المتزايد لقوات الدعم السريع التي تسيطر حاليا على معظم المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى سيطرتها على أراضٍ استراتيجية في ولاية أعالي النيل. وبهدف استعادة السيطرة على هذه المناطق، أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية إلى وكلائه في الجنوب، ما يثير مخاوف من أن يصبح جنوب السودان ساحة حرب بالوكالة بين الأطراف المتنازعة في السودان. النقطة الرابعة، الانقسامات العرقية ودورها في تأجيج الصراع. شكلت التركيبة العرقية المعقدة في جنوب السودان عاملا رئيسيا في إشعال النزاعات السياسية والعرقية. فمنذ اندلاع الصراع الأول في ديسمبر 2013 كانت الخلافات بين أكبر جماعتين عرقيتين، الدينكا التي تمثل 35.8% من السكان، والنوير التي تمثل 15.6% من السكان، سببا رئيسيا في تأجيج النزاعات المسلحة. ورغم الجهود المتكررة للتوصل إلى تسويات سلمية بما في ذلك اتفاقيات وقف إطلاق النار واتفاق السلام الشامل لعام 2018، إلا أن حالة الاستقرار بقيت هشة للغاية، ويعود ذلك إلى استمرار الخروقات من قبل الطرفين، حيث شهدت السنوات الأخيرة عمليات اغتيال وهجمات انتقامية
ومواجهات مسلحة في عدة مناطق. ولا يقتصر الانقسام العرقي على الدينكا والنوير فحسب، بل يمتد ليشمل أكثر من 60 جماعة إثنية أخرى، ما يعقد فرص تحقيق سلام دائم في البلاد. فكلما تصاعد النزاع بين القيادات السياسية انعكس ذلك سريعا على الأرض في شكل مواجهات عرقية تزيد من تعميق الانقسامات المجتمعية. إلى هنا نتوقف مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من موضوع المشهد المضطرب والمستقبل الغامض مع تساعد الأزمة في جنوب السودان، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير في الحلقة القادمة من البرنامج. وحتى ذلكم الحين لكم مني أطيب المنى. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. سلطات الأمن الأثيوبية تعتقل أكثر من 200 إريتري بذريعة قيام بمهام للحكومة الإريترية. ورئيس الوزراء الأثيوبي يعين القائد العام لقوات التجراي الجنرال تدسو الردي مديرا للإدارة المؤقتة في إقليم تجراي. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.